طب بس يا عماد اقول لك يا عماد. ايه يا ندى في ايه؟ استنى دلوقتي بس هحط لك لقمه تاكل. يا حبيبه قلبي بقول لك انا جاي تعبان وفاصل، خلي الاكل ده لما اريح شويه واقوم. ماشي ماشي يا عماد، بس الاكل هيبرد على فكره. يعني مش هتسخن تاني يا ندى؟ يا ندى مش عايز ازعلك. هيتسخن بس انا قصدي ان انت تاكل وناكل لقمه سوا. بس خلاص خش ريح شويه. تصبح على خير. ده من اهله يا روح قلبي. الفلوس فين؟ ايوه هغير. لا انا مش قادر، انا هنام على طول. يا ابويا الواحد تعبان تعب. كده عماد زمانه راح في النوم. اخش بقى اخد الفلوس اللي هو بيحطها تحت المخدة دي، هخش اشوفه كده. انت يا ندى بنت اللي بتاخدي فلوسي؟ وانا اقول الفلوس بتروح فين؟ قلت لك انت اللي بتاخديها يا ندى، بس انا مش حارمك من حاجه، كل اللي بتطلبيه بجيبهولك. يا ترى انت بتودي الفلوس فين؟ يمكن محتاجه حاجه ومكسوفه تقول لي عليها عشان كده بتاخد مني الفلوس؟ لا دي مش تبع ندى. ندى ما بتكسبش مني في اي حاجه، ده انا جوزها. انا لازم اعرف الفلوس دي بتروح فين وهي بتاخدها بتعمل بيها ايه بالظبط. كويس، الحق انا اقوم اجهز والحق اروح بقى بدل ما اتاخر. عماد ايه يا ندى؟ ده انا كنت لسه انت ما نمتش ليه؟ لا انا نمت يا بنتي. بجد؟ ولا يمكن الجوع، انا نمت والجوع اللي صحاني. لا اكيد اكيد ايوه. ممكن عشان قلت لك هحط لك اكل قبل ما تدخل تنام. بقول لك يا ندى، ايه؟ وانت محتاجه مني اي حاجه؟ لا يا عماد، ايه اللي خلاك تقول كده؟ ده انت مش مخليني عايزه حاجه. طب في حاجه عايزه تقوليها؟ خالص لا. خالص خالص؟ لا. ليه، في حاجه ولا ايه؟ لا اصل انا كنت مش لاقي الفلوس بتاعتي. فلوس؟ ايوه كنت حاططها تحت المخده. لا لا لا، الموضوع ده زاد يا عماد. موضوع زاد؟ ايوه. ليه؟ عماد انت بقيت بتنسى كتير قوي. فاكر حتى المره اللي فاتت لما قلت لي كان في جيبي 1000 جنيه؟ ايوه. لا الموضوع دوت بقى زاد عندك يا عماد، احنا لازم نروح نكشف عليك. موضوع الذاكره دوت لا بقى صعب قوي عندك يا عماد، بتيجي يتهيأ لك حاجات وتنسى حاجات. لا عندك حق، انا لازم ابقى اروح اكشف. ايوه يا عماد ما تسكتش على نفسك. طيب يا ندى معلش هاتي لي اكل. انا هقوم دلوقتي اسخن لك على طول وهجيب لك تاكل. احط لك سلطه ولا حاجه مع الاكل؟ اي حاجه اي حاجه. ماشي يا عماد يلا. هاتي قبل ما انسى اللي انا كنت عايز اكل. لا لا احنا لازم نروح نشوف دكتور في الموضوع دوت، عشان الموضوع ده ما ينفعش يتسكت عليه. دكتور برضو يا ندى؟ يبقى معنى كده الايام اللي فاتت دي كلها ما كنتش بنسى. اي قرش كان بيروح مني كنت انت اللي بتاخديه، وانت مفهماني ان انا بنسى، وانا مديك الامان وحاسس ان انت ده انت روحي، عمرك ما تكدبي عليا. طب بتعملي كده ليه؟ انت تخليني اشك في حاجات كتيره يا ندى. يا نهار اسود، هو شك في الموضوع ولا ايه؟ ولا كان صاحي ولا ايه؟ انا غبيه قوي بصراحه. انا كنت استنيت شويه لحد ما راح في النوم، دخلت على طول. يا ندى ايه يا عماد؟ بقول لك ايه، ما تغلبيش نفسك وتعملي اكل، انا اخش اخد شاور وارجع احاول انام تاني، ماشي؟ عشان انا تعبان. ماشي يا عماد.
لا، لازم انا اشوف حل. انا ممكن اروح اخد ال200 جنيه احطهم في مكان تاني واقول له شفتي يا عماد، ادينا لقينا الفلوس اللي كانت ضايعه منك، عشان تعرف ان انت بتنسى كتير، ولازما ااكد عليه في حكايه النسيان ديت، واقول له لازما نروح لدكتور تتعالج من حاله النسيان اللي انت فيها دي. ايوه، عشان شكله شك في حاجه. ماشي. لا، انا لازم انا ارجع الفلوس، بس في مكان تاني. احطهم فين؟ تعالي بس يا ندى. احطهم فين؟ احطهم تحت المخدة؟ لا، هيشك. هو كان حاططهم هنا، ولو حطيتهم هنا هيشك اكتر. فكري يا ندى. احطهم هنا واكنهم واقعين وهو بيحطهم تحت المخدة بس. ماشي يا ندى، انا كده اتاكدت ان انت بتاخدي الفلوس، بس لازم اعرف بتاخدي مني الفلوس ليه وبتعملي بيها ايه. بس احسن حاجه دلوقتي ان انا فعلا اعمل نفسي ان انا ناسي وما اكلمش على الفلوس، واعمل نفسي ان انا نايم ومطمئن ومفيش اي حاجه خالص. عماد. ايه يا ندى؟ عماد. ايه ندى؟ بقول لك ايه يا عماد، انا كنت بلم الغسيل وخلصته كده، ممكن بس معلش تجيب لي الشراب بتاعك اللي في الكوتش اللي انت قلعه جنب السرير ده؟ من عينيا حاضر. ظهري وجعني قوي من كتر لا، الوقت. الف سلامه عليك. ربنا يخليك. اهو كده بقى، هيدخل يجيب الشراب من الكوتش يلاقي الفلوس واقعه، وكده اكنه حط الفلوس فعلا وهي وقعت منه، وما يفضلش دماغه تروح لبعيد كده احسن. الشرابات برضو هات انا اعمل عشان انا ما اشكش فيها. مش كده؟ بطلي رمت الفلوس وكاني وانا اللي حاططهم بالغلط هنا. ماشي يا ندى، خليني انت تلعبي وانا العب ونشوف مين اللي يكسب في النهايه. يا انت، انا كنت مديك الامان قوي، كنت حاطط في دماغي ان انت حياتي، ماليش الا انت في الدنيا دي كلها، لكن للاسف اكتشفت ان حاجه تانية خالص، ان عايش مع واحده ما تستاهلش. يا ندى، يا ندى. ايه يا عماد؟ وانا بميل اجيب الشراب لقيت الفلوس واقعه، الفلوس كانت واقعه مني. شفتي يا عماد؟ مش قلت لك طب فين الشراب؟ يوه، نسيت اجيب الشراب. ما انت فعلا قلت لي انا بنسى، انت عارفه كده بقى، ما تعتبيش عليا بقى يا حبيبتي. لا يا عماد، انت لازم تشوف حل للنسيان ده. فعلا انت عندك مش حاجه حلوه يعني كل شويه اما اقول لك على حاجه تنسى. لا بس كويس ان انت لقيت الفلوس. كانت واقعه منك ازاي؟ انت كنت بتحطها تحت المخده ولا ايه؟ كنت بحطها تحت المخده، الظاهر بقى اللي هي وقعت، ما حطيتهاش تحت المخده. بس انت نبهتيني حاجه مهمه جدا، فعلا انا لازم اكشف. انا خايف لا امشي وانسى واسيبك انت. لا مش معقول هتنساني، هتنسى مراتك. طبعا. بقول لك ايه، انا خارج بقى دلوقتي، ماشي؟ خارج اتمشى شويه. ماشي. هتعوزي حاجه؟ سلامتك. يلا باي. سلام. ايه يا ندى، فاكره ان الفلوس وقعت مني ومش واخد بالي؟ لا، ده انا اللي موقعها عشان اعرف انت بتاخدي الفلوس فين وبتروحي في انهي حته بالظبط. كده يبقى اللعبه على المكشوف يا ندى. سبحان الله، والله غريبه. طب الحمد لله، الحق اخد بعضي وانزل. الحمد لله الفلوس اهي. انا اتاخرت قوي عليها، بس هعمل ايه بقى؟ عماد قعد ونام وصحي. يلا مش مهم، هلحق انا اروح قبل ما عماد يجي.
اتأخرت على مين يا ندى؟ ورايحة تدي فلوس لمين وشقيها وتعبش؟ ماشي يا ندى. أنا وراك لما أعرف آخرك فين. ايه يا ندى؟ محمد اخويا عامل ايه؟ عامله ايه يا ندى يا اختي؟ الحمد لله. انت ايه عامل رايحه فين كده؟ رايحه لحماتي. حماتك؟ ليه؟ والله رايحه اجيب لها شويه طلبات كده للبيت. شويه طلبات؟ طب بصي بقى يا ندى، الكلام اللي انت بتقوليه ده ما ينفعش. ليه بقى؟ انت دلوقتي بتاخدي فلوس من ورا جوزك، وجوزك لو عرف هيبقى مصيبه، هيقول لك فلوسه بتنقص وديتها فين؟ بتاخدها من ورايا ليه؟ ما ينفعش. مش مهم يا محمد دلوقتي، الست مرميه لوحدها ولا حد بيسال فيها ولا ابنها بيسال فيها. بحاول اساعدها شويه، ست غلبانه. اهي الغلبانه دي بقى ابنها اولى بيها، هي مش صعبانه على ابنها، تصعب عليك انت. افهمي، ابنها مش بيبرها. انا كده كده لما بجيب لها الطلبات بقول لها ابنك اللي جايبها لك، معلش خليها تدعي له دعوه حلوه ربنا يكرمه في مستقبله، انما انا نبقى انا وهو سايبينها حرام. يا بنت اسمعيني كويس، عماد هيفهمك غلط، ده ممكن يطلقك. ده عبيطه. ايوه ممكن يطلقك. مش هيعرف يا محمد، مش هيعرف حاجه، وبعدين ايه اللي هيعرفه؟ يا ترى بيقولوا ايه؟ هو ايه اللي موقفها مع اخوها هنا؟ طب ما كان يروح لها البيت. ده بقى بتاخد الفلوس مني عشان تدي لاخوها؟ صح كده، ما هي بانت. بس محمد شغال، مش محتاج اصلا ياخد منها فلوس، بس هي كده بتحوش من ورايا. ايوه بتحوش من ورايا. لما تجيب بقى خاتم دهب ولا حاجه تقول ده اخويا اللي جابهولي، وهي اللي بتاخد الفلوس من ورايا وتعمل كده. انت حيرتني يا ندى معاك انت واخوك، بس الظاهر كان الموضوع اكبر من كده بكتير. بس انا وراك لحد ما اعرف ايه الدنيا معاكي. بقول لك ايه يا محمد يا اخويا، ما تاخرنيش بقى احسن عماد زمانه جاي. خليني اروح اجيب لها الطلبات وارجع بسرعه على البيت قبل ما عماد يرجع. انا مش عارف الست دي عاجزه وابنها سايبها كده ليه. روح الله يعينك، انا حذرتك يا رب وخلاص. ادعيلي. انا مبقتش فاهم اي حاجه خالص. المفروض الفلوس كان في ايديها، المفروض هتديها لاخوها، بس اخوها ما خدش الفلوس. يعني كده الموضوع مش موضوع فلوس، بس في فلوس بتضيع مني. وانت رايحه على فين اصلا؟ يا خالتي عامله ايه؟ ايه يا احمد، انت دخلت فجأة كده، هو في ايه؟ ما تخبط حتى ولا اي حاجة؟ خبط ايه؟ ما هو البيت بيتي، وبعدين ده انا دخلت حتى على التلاجة لقيتها فاضيه. انت كمان كنت لحقت؟ افصلي الفيش احسن تحرق كهرباء في الفاضي. هو ايه يا احمد، انت بتزور كل حتة في الشقة قبل ما تيجي لخالتك؟ طب ايه؟ طيب مفيش فلوس ولا حاجه؟ لا يا حبيبي مفيش فلوس. ليه مرات ابنك ما جاتش كده مست عليك بلقمه حلوه بفلوس اي حاجه؟ ممكن يكون ابني لسه ما قبضش فما بعتهاش لسه، ما معهاش. بدل ما كنتش عامل حسابه. وبعدين طيب يا خالتي الدنيا ناشفه على الاخر. انا مش ملزومة، هو انا اللي هصرف عليك وانا في الحالة دي؟ ده انا كنت جاي جعان وعامل حساب ان انا هاكل اللقمه الحلوه عندك. مين اللي جاي لك؟ انت مستنيه؟ ادخل يلا على الباب. ازيك يا حماتي عامله ايه؟ ندى ازيك يا روح الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. خدي ابنك بعت لك الحاجه ديت. عيشي. يا سلام. خليكي معايا ما تسيبنيش هنا. مش هسيبك في ايه؟ يا خالت انا شامم ريحه فراخ وحاجات حلوه كده. لا مش فراخ ده. انا محظوظ وطول عمري نيتي سليمه، عشان كده جت في الوقت المناسب. ده علاج. علاج ايه يا خالتي؟ مالك؟ ايوه صدقني. ايه يا احمد انت بتعامل خالتك كده ليه؟ مفيش يا ندى، ده حوار عائلي. مالك؟ هاتي كده يا خالتي. ايه ده؟ ما تسيب حاجه. خلاص يا بنتي بعدي، مالكيش دعوه بيه. يا بنت مالك؟ هو انت نسيت ان البيت ده بتاعي، وانا كده بكبر بخاطرها ومقعده فيه الشفقه بدل ما تترمي في الشارع من بعد ما ابنها رماها؟ كان هيبقى حته لحمه للكلاب في الشارع ولا ايه؟ وانت بتعايرها يعني عشان قعدتها عندك؟ تمام قوي كده، حلو وبانت. انت بقى انت اللي بتجمعيهم مع بعض؟ مجمعه مراتي مع ابن اختك ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عماد؟ ما انت هنا بتعملي ايه؟ انت اتجننت يا عماد؟ انت بتعمل هنا يا صوتك ما يعلاش في بيتي. يا عماد. مالك؟ هتنسى نفسك؟ عماد يلا بس تعالى نروح البيت نتكلم في البيت. لازم كل واحد يعرف حدوده وكل واحد يعرف هو ايه.
مراتك ايه اللي بتجمعنا ببعض؟ وايه التخاريف اللي انت بتقولها دي؟ انا جاي هنا في بيتي اللي انا بشفق على امك ومقعدها فيه، اللي انت يا عم الشحط رميتها في الشارع وتخليت عنها. ايه عايز تسمع ايه تاني؟ فتحط لسانك جوا بقك يا شاطر وتخرس خالص. لما تبقى راجل ومحافظ على امك ومراعيها ابقى ساعتها اعمل لك تقدير. احمد على فكره هو محافظ على امه ومراعيها، بس بأمارة هو ما إيه؟ يعرفش ان هي قاعده عند واحد زيك. بأمارة ما بتاخد الفلوس والاكل من وراها عشان تيجي انت تراعيها. مين قال لك الكلام ده؟ هو اللي بيديني الفلوس اصلا. الف سلامه. من وراها ازاي؟ ايوه من وراه. لا، ده عشان ابني اللي انت بيديني. صعبانه عليها. اللي ابنك اللي ما عندوش قلب رماكي وسابك وما سالش فيكي بعد ما خليتيه شحط كبير طويل عريض. اطلع بره، اطلع بره. اطلع بره. طب اعملي حسابك بقى. طالما هطلع بره اعملي حسابك ساعة زمن ارجع البيت ما الاقيكيش فيه. اللي انت يلا. بتقوله ده طالما ما بيتمرش فيه. بقى يا عم. اطلع بره. عماد، احنا مش هنسيب مامتك هنا. لا ده مش عماد هو اللي بيديك هو الفلوس يا هو اللي بيديني الفلوس، مش انت اللي بتديني الفلوس يا عماد. صح يا عماد، مش انت اللي بتديها الاكل وشرب وتقول لها ادي لامي؟ هو اللي بيديها لي. لا يا ندى، لا يا امي، مش انا. مش انا اللي بديها لك الفلوس. اي نعم، هي طلعت فلوسي وانا ما كنتش اعرف، وندى تاخدها من ورايا، بس ما كنتش اعرف ان هي بتديها لك. يعني ايوه يا ايه؟ امي. يعني ايه؟ يعني انت كنت بتستخسر فيا اللي امه ما بتسالش عني، اللي شلته ببطني وربيته وكبرته وتعبت عليه وعجزت عشانه يعمل فيا كده؟ واللي يعتبر غريبه، لا من لحمه ولا من دمي، وهي اللي بتعمل معايا كده؟ هي اللي بتاكدني وبتشربني وتسال عليا؟ اصبري بس، ما هي كلها فلوس ابنك. هو انا بجيب حاجه من جيبي؟ ما هو منه. من وراه، من وراه، من ورا امك بتاكل اللقمه وبتهون عليك تنزل في بطنك، وامك جعانه وما انتش عارف عنها حاجه، سايبها لابن خالتك البلطجي اللي انت عارف ان هو بيبلطج عليا ومقعدنا عشان يسحب مني فلوس. سايبني قاعده مسلول، وفي الاخر تيجي عشان خاطر تقول لمراتك متجمعه معاه. انت مش مكسوف من نفسك؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ انا اولا ما كنتش اعرف ان انت قاعده هنا اصلا عند ابن خالتي. عماد، كل اللي حصل ده ايوه انا كنت عملت كده. عماد، احنا مش هينفع نسيب مامتك هنا. وهتعرف منين وانت اصلا ما بتسالش؟ قلبك حجر عليا ليه يا ابني؟ بس عملت ذنب ايه في حياتي وفيك عشان تعمل فيا كده؟ خلينا ناخدها واحنا مروحين يا عماد والنبي. اهو كده كده بيتنا كبير وواسع، وهي يعني مش هتكلفنا حاجه، وهي اللقمه اللي بناكلها هنقسمها على 3. وانا ما اقبلش، وانا ما اقبلش اكون عالة على ضنايا، ما اقبلش اكون عالة على ابني. ما تقوليش كده، انت مش عالة علينا والله. يا رب خدني يا رب، بعد لا يا الشر ماما، عنك. يا رب خدني يا رب. بعد الشر عنك، بعد الشر عنك. ما انا لو قادره وديها امشي يا ولا عماد. قادره اتحرك اروح امسح سلم ولا اجلس عند الناس عشان خاطر اجيب لقمتي، عشان انت ما تذلنيش بالمنظر ده. طب اقول لك على حاجه يا امي، انا فعلا عملت كل ده، انا اللي رميتك. انا ما كنتش حابب ان انت تقعدي معايا. ايوه ده حصل، بس انا فوقت دلوقتي. ايوه انا فوقت وعرفت قيمتك. عرفت قيمتك لما ابن خالتي عمل معاكي كده، لما ابن خالتي عايرني وقال لي ان انا رميكي. بقول لك يا امي، اعتبريني انا كنت مسافر، اعتبريني انا كنت في غفله. سامحيه والنبي، والله العظيم سامحيني. بيحبك. انا برضو ابنك، وانا عارف انه عمر ما يكون ام تغضب على ابنها. والنبي لا تسامحيه، ولسه والله ما العظيم فيهاش الاوان يا ندمان. امي. سامحيه سامحيه. ربنا هو اللي بيسامح. بس انت برضو فيتك ان انت سامحيني. انت ربنا بيحبك، ربنا بيحبك عشان مديك جوهرة زي دي، عشان مديك امانة محافظة عليك، بدل ما انت اللي تتسأل عليها هي اللي بتتسأل عنك. حرام عليك، هي بتقوم بدورك انت. سامحيه، هو ابنك والله العظيم كله من خيره، والحمد لله رجع لعقله. سامحيه، راضي امك يا عماد. قلت يا امي اللي انتوا عايزينه اعملوه. هنروح أنا مفيش كلنا، في مش إيدي حاجة هنسيبك هنا. مفيش في ايدي حاجة ندى. اكررها. ندى اكيد انت كده لا عننا، خليها تسامحني. يا امي، يا امي، ده ابنك برضه، والابن ما بيتعوضش مهما كان. ابني، وابنك احسن من القعده هنا والذل عند ابن اختك. ابني اللي كنت بقعد ايام وليالي مستنياه واقول معلش ده رجع من الشغل متاخر، نسيب معلش ده تعبان،
معلش ده في كذا واخلق له اعذار، وقلبي حاسس ان هو نايم ومرتاح في البيت، بس بكدبه واقول له لا ابني ما يعملش كده. ابني بيجي تعبان من الشغل ويدي مراته فلوس، ولا روحي لامي اطمني على امي، بيشيل اللقمه من بقه عشان يديها لامه العاجزه. اسمعيني بس، اسمعيني من النبي. ابنك والله غلبان وطيب والله العظيم، بس يمكن ساعة شيطان والشيطان كان بيوزه. معلش عشان خاطر انا، لو ليا دلال عليك، لو ليا خاطر عندك سامحيه. ده والله العظيم ندمان والدموع في عينيه اهو. بس يا امي انا هتغير خالص، وانا من ايدك دي لايدك دي، واللي انت هتقول عليها انا هعملها. وانت هتكوني ست البيت وهتكوني عندنا معززه مكرمه. بالله عليك يا امي. قلبي على ولد انفطر، وقلب والدة عليا حجر. خلاص بقى. ليه يا ابني قلبك حجر كده يا ابني؟ ليه؟ يا ريتك ما كنت اعترفت ولا قلت حاجه وسبتني بكدب على نفسي. عشان تسامحيني يا امي. خدوني من هنا. هناخدك حتى لو وتيجي مت عندنا في الشارع ما اقعدش هنا لا مع احمد اللي بيذل فيا ليل ونهار. لا هتاخدك وتيجي معانا. بالله عليك سامحيني يا امي، حقك عليا. وكمان مش عايزين هدومك اللي هنا، كل حاجه مش عايزينها من خلقته. هنجيب لك حاجات جديده وهندلعك اخر دلع. يلا يا عماد نروح على البيت، نتفاهم في البيت، مش هنقعد في البيت دوت دقيقه واحده. ربنا يسترك يا بنتي. خساره في الحاجه اللي انا لسه جايباها.